هذه امرأة يا جماعة الخير تعيش مع زوجها وعيالها في مدينة عمران القريبة من صنعاء. تبعد مدينة عمران عن صنعاء تقريبا 45 كيلو، بس 45 كيلو الأرض ما هي منبسطة، جبال وكذا، فالمسافة تكون بعيدة. هذه المرأة يا جماعة الخير لما ولدت ولدها الرابع أصابها مرض غريب جدا. هذا المرض فقدت فيه الذاكرة تماما، يعني ما تعرف شيء لا من الماضي ولا من الحاضر، والناس اللي حولها ما عاد تعرفهم ولا تعرف منهم. طبعا الناس فقراء ويعيشون في قرية، فزوجها ما يدري ايش قصة زوجته، ايش سالفتها، يكلمها ما ترد عليه، المرأة ما هي حولهم. المهم صحوا الصباح ما لقوا المرأة طلعت ومشت مشت 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 حتى أبعدت، ثم مشت في الطريق المحاذي لطريق صنعاء عمران. طبعا تعرفون أنتم في حافلات وفي تكاسي تأخذ من عمران إلى صنعاء والعكس من صنعاء إلى عمران. المرأة مشت 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 ووقفت على الشارع، طبعا تمشي وتطيح وتقوم، ما تدري هي وين هي فيه. مر بجانبها تاكسي أو نقدر نقول حافلة صغيرة توصل من عمران إلى صنعاء، وهي بالنسبة له زبون يعني، فوقف وفتح النافذة وسألها، قال يا أختي صنعاء؟ فما ردت عليه. يا أختي صنعاء؟ ما ردت عليه. فتحت الباب وركبت، فقال خلاص تبغى صنعاء هذه. وفعلا مشى الرجال حتى وصلوا للمواقف اللي يسمونها الفرزة في صنعاء. نزلوا الركاب وحاسبوا، المرأة هذه نزلت ووقفت عند الحافلة وما مشت. فجاها صاحب التاكسي قال لها يا أختي وين الأجرة؟ ما ردت عليه. قال يا أختي أنت من هناك ما تتكلمين، إيش سالفتك؟ ما ردت عليه. حس هو أن المرأة هذه ما هي طبيعية، واضح أنها مريضة وعندها مشكلة، في المخ، عندها مشكلة، تصرفاتها تصرفات غير طبيعية. قال في نفسه أخذها للشرطة ولا أخذها للجمعية؟ لا، خلنا أخذها للجمعية. فركبها ووداها الجمعية الإصلاح الاجتماعي. المهم لما وداها الجمعية الإصلاح الاجتماعي نزلها وجاء عند الجماعة في الاستقبال الجمعية. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا جماعة الخير، أنا هذه المرأة أخذتها من عمران على الطريق، يعني في أقصى عمران يعني، وظنيتها تبغى صنعاء، ولما جبتها لصنعاء المرأة ما تتكلم وواضح عليها أن عندها مشكلة. فإيش تقترحون، تأخذونها ولا أرجعها أوديها يعني لنفس المكان، ولا أوديها مثلا للشرطة؟ فقالوا لا خلها عندنا. أخذوها منه وضمدوا جراحاتها، دخلوها في قسم النساء، وجت الدكتورة وفحصت عليها. الآن خلونا ننتقل إلى أهلها لما فقدوها. أهلها لما فقدوها، زوجها لما فقدها بدأ يدورها في البيت ما لقاها. كلم الجيران، يا جماعة شفتوا فلانة؟ قالوا ما شفناها. استنفرت القرية كلها في البحث عن هذه المرأة، يمشون ويدورون حتى أبعدوا هم يدورون ما لقوها، لكن حصلوا بعض ملابسها ساقطة على الأرض، فاعتقدوا أنه أكلتها الذئاب. تعرفون أنتم موضوع الذئاب والحيوانات المفترسة في المناطق هذه. الجماعة تضايقوا وبكوا واحتسبوها عند الله سبحانه وتعالى، واستقبلوا فيها العزاء، وأيقن الجميع أن فلانة ماتت. سبحان الله في غمضة عين. نرجع لصنعاء. المرأة الآن في صنعاء، الطبيبات يعالجونها ويضمدون جروحها. كلموا طبيبة مختصة، جاءت الطبيبة المختصة وكشفت عليها وقالت يا جماعة هذه المرأة حديثة ولادة، يعني لسه لها فترة قريبة وهي يعني ولدت. لما كشفوا عليها علمت الطبيبة أنه معاها فقدان تام للذاكرة. بدأوا يعالجون هذه المرأة
استضافوها في الجامعة.